السلام عليكم. من ساعة ما نزلت الحلقة بتاعة الوداد وصن داونز، وبصراحة اخواننا المغاربة مشرفيني بصراحة في الصفحة وعمالين بيعلقوا على كل الكلام اللي قلته، بس في كلام كده واضح ان هو ما كانش واضح لهم شوية، فانا حابب اوضحه لان في رسالة مهمة جدا للجمهور المغربي علشان مباراة الوداد اللي جاية مهمة جدا في الحلقة دي. والحلقة دي بس مش معمولة علشان كده، لا، هي معمولة علشان تتكلم على جزئيتين تانيين مهمين غير كده، هي ليهم علاقة بسحب الطعن اللي كان مقدمه النادي الاهلي ضد اللجنة بتاعة الانضباط، ويعني اللي كان بيشكك في تشكيلها. والناحيه الثانيه برضو اداء الاهلي امبارح قدام انبي، لان انا كنت شايف بعض الجمهور كده ليه بعض الملاحظات حابب ان انا اتناقش فيها. ولكن سؤال الحلقه النهارده ليك، رايك ايه في تعامل الاهلي مع موضوع كهربا وموضوع اللجنه ده، وفي نفس الوقت برضو توقعك ايه لمباراه الوداد اللي جايه، ومستني من النادي الاهلي ايه؟ ولو انت طبعا يعني من جمهور الوداد مش محتاج ان انا اقول لك، قول لي كمان تحت في الكومنتات انت مستني من الوداد ايه. وانا احمد ياسر، ده برنامج جو مشترك، رساله لجمهور المغرب، تعامل الاهلي مع موضوع كهربا وفي نفس الوقت كمان الاداء في الفتره الاخيره. فيلا نبدا. اعزائي جمهور المغرب، انا بشكركم جدا على كل الناس اللي كتبت لي تعليقات، وانا هشير الشير دي في كل الكومنتات اللي جت على الحلقه اللي فاتت، لان هم كانوا بيتكلموا في نقطتين مهمين ليها علاقه بالظلم اللي احنا وقعنا علينا في المغرب هناك، وليها علاقه بان هم هيكسبونا. فانا حابب بس اوجه رساله علشان الحب والود اللي بيننا. اولا، الجمهور المغربي هو جمهور عظيم جدا، واحنا في بيننا وبين بعض علاقه كويسه جدا وعلاقه اخوه حلوه جدا. وطبعا احنا لما كنا موجودين في كاس العالم للانديه الاخير في المغرب تم استقبالنا احسن استقبال، وكان التعامل من الجمهور المغربي رائع. وغير كده كمان كان التعامل بالذات من الاستاذ فوزي لقجع مع كابتن محمود الخطيب وقت مرضه، وكان في كونسولته اطباء والمستشفى متحركه معاه. بصراحه كان يعني التعامل على اكمل وجه، واحنا بصراحه كنا متشرفين بالتعامل ده، ودي حاجه على راسنا من فوق، وده دايما اللي احنا بنستناه من اخواتنا المغاربه، وفي نفس الوقت بنحب دايما نرده هنا في القاهره لان العلاقه الطيبه مهمه جدا. بس انا حابب اجاوب على نقطتين ليها علاقه بالظلم اللي وقع على الاهلي في الفتره الاخيره لما كانت الناس بتكومنت عندي. انا بس حابب اقول ان كان في نقطتين. لو انت هتبص على النهائي بتاع 2017 اللي الوداد عمل لنا عقده واخده مننا، النهائي بتاع 2017 ده يا سيدي كان في ضربه جزاء المفروض انها تتحسب لنا بتاعت وليد ازار وما اتحسبتش. بس انا مش هلخص الموضوع في النهائي ده في ضربه الجزاء اللي ضاعت لانها مش عارف كذا، لا، احنا كان الاداء بتاعنا ما كانش برضو كويس في البطوله دي. فبالنهايه انتوا كسبتوا كوره، ضربه جزاء عدت يا سيدي، ما فيش اي مشكله، على عيننا وعلى راسنا. ولكن في 2019 الظلم او كلمه ظلم هنا معناها ايه؟ هي عدم تحقيق العداله، وعدم تحقيق العداله في نقطه بسيطه جدا انا حابب اشرحها للجمهور المغربي. يعني انت دلوقتي المفروض ان انت لو من بدايه دوري الابطال متحدد الارض اللي انت هتلعب عليها المباراه، فخلاص ما فيش اي مشكله. بلاش يا سيدي لو انت حتى قبل ما توصل لدور الاربعه من دور الثمانيه رحت محدد المكان اللي هيتلعب عليه النهائي بتاع البطوله، برده ما فيش اي مشكله. ولكن كانت المشكله ان لما تحدد طرف من طرفين النهائي بنسبه كبيره قوي، وكان وقتها الوداد، تم الاعلان ان اللي هيستضيف النهائي هيكون المغرب. هتقول لي طب يا ابو حميد ما انتوا عليكم غلط، هاجي لك في الغلط بتاعنا. بس انا حابب اقول لك على حاجه ثانيه، ان في الوقت ده كان في السنغال موجوده برده مقدمه ملف مع المغرب، والسنغال انسحبت يعني انسحاب غريب. وكان واضح كده ان كان في اتفاق ما بين الاستاذ فوزي لقجع واعضاء الاتحاد الافريقي، واضح ان كان في اتفاق، فتمام ماشي. بس كده ده ظلم عليا ليه؟ لان انت ما حققتش العداله. الغلطه اللي عندنا، احنا كان عندنا غلطتين. عندنا الغلطه الاولانيه، كان عندنا اتحاد كوره نايم في الذره وما كانش دريان باي حاجه، وخبى الجواب، ومن الاخر كده ما قدمش وما خلاش فرصي زي فرص المغرب موجوده في البطوله دي. غلطه من عندنا. والغلطه الثانيه اللي بالنسبه لي هي اكبر بكتير من الغلطه الاولانيه، واكبر من الظلم، واكبر من كل الكلام ده، ان احنا واحنا بنتكلم عن المباراه ده من ساعه ما تم الاعلان عنها في المغرب ووصلنا للنهائي بنقول ان خلاص كده احنا خسرنا البطوله، والبطوله هتروح للوداد المغربي علشان هيحصل ايه، زي ما انت فاهم. فمن النهايه احنا الظلم هنا في ان ما فيش عداله كانت موجوده في الموضوع ده، وجهه نظرنا. ولكن في النهايه الف مبروك ساعتها لجمهور الوداد، وما قلناش اي حاجه، والدنيا تمام وزي الفل، واخدتوا يا سيدي البطوله، ما فيش اي مشاكل. والبطوله دي بصراحه من ضمن الحاجات اللي كانت نتيجه عنها كويسه جدا هي وليد الرجراجي اللي راح مع منتخب المغرب، ووصلنا لان احنا المنتخب المغرب يوصل لرابع عالم. وعلى فكره رغم كل ده احنا كنا بنشجع المغرب في كاس العالم، لان دي كانت حاجه مشرفه كبيره جدا لينا كعرب. فمن الاخر احنا ممكن نختلف في بعض الامور، ولكن في النهايه احنا كوره. الماتش اللي جاي ماتش رايح وماتش راجع، هنا وهناك هنستقبلكم احسن استقبال، ومتوقعين ان انتم تستقبلونا احسن استقبال. ولكن كل اللي احنا بنتمناه ان تفضل الروح حلوه كده، وما ما نمسكش في بعضينا. هو ده اللي مطلوب مش اكتر من كده. بس شد سطر بقى على الموضوع ده، وتحيه كبيره قوي 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 لكل جمهور المغرب اللي بيكتب عندي كومنتات، واللي هيفضل ان شاء الله يكتب. بس قبل ما اخش في الموضوع الثاني، طبعا حضرتك محتاج انك تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده وتعمل له شير. ونفسي
بصراحه نفسي يعني ان الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك، وانا عارف ان المصريين حبايبنا والاهلاويه كتير قوي هيقدروا يوصلوا ل 1000 لايك، ومتاكد كمان ان الجمهور المغربي يقدر يوصله كمان ل 1000 لايك. ف 1000 لايك كده حلو وروق عليا. النقطه الثانيه هو سحب القضيه بتاعه الاهلي او الطعن اللي مقدم في لجنه الانضباط في تشكيلها. ان النادي الاهلي، انا كنت قلت لك قبل اي حد، قبل ناس كتيره جدا، كنت جبت لك تقرير هنا كان بيقول على ان الاهلي هيستغل ان لما تم تشكيل لجنه الانضباط دي ما تمش عرضها على الجمعيه العموميه وموافقتها، وبالتالي الاهلي اي حد هيجي هيرفع قضيه على حاجه زي كده، فمن النهايه القرار هيتوقف. انا عايزك تخلي بالك من حاجتين. هو امتى الاهلي سحب القضيه بتاعته؟ حلو، امتى سحبها؟ سحبها بعد ساعات قليله من اعلان نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك بعزل مرتضى منصور. وانس ما تم الاعلان عن الخبر ده، بعديها بساعتين ثلاثه لقينا المستشار القانوني بيصرح لموقع النادي على ان القضيه اتسحبت. وكأن كده زي ما بيقول ايه، ان الحرب اللي كانت دايره او سبب المشكله ذات نفسه مشي. طيب تعالى ناخد الموضوع بقى من كل جوانبه ونتكلم فيه بقى بصراحه. مرتضى منصور لما خرج من الشهر الحبس بتاعه وبعد كده طلع قال لك احنا في حرب ما بيني وبين محمود الخطيب ومش انت اللي سجنتني والكلام ده كله. الحرب ساعتها بدات، وكان واضح من الاهلي او كان واضح من النادي الاهلي خلاص اخذ العند لاكبر بقى يعني مقاييسه بسبب اللي بيعمله المستشار مرتضى منصور. انا اللي انا عايز اقوله ان انا كل الاجراءات اللي اتخذت من النادي الاهلي او من نادي الزمالك في موضوع كهرباء بلا استثناء في كل حاجه، انا من وجهه نظري دي مش عجباني، ودي حاجه انا مش شايف ان هي حاجه صح. بس انا شايف ان الوضع الرياضي اللي موجود في الفتره الحاليه هو اللي وصلنا لكده. الخناقات ما بين مجالس الاداره وبالذات طبعا اللي كان بيبتديها بدون اي يعني بدون اي داعي، اللي كان بيبتديها المستشار مرتضى منصور، بصراحه هي اللي وصلتنا للحال اللي انت كنت بتتفرج عليه دلوقتي. ان احنا بقينا بنتفرج على ناس من الاخر كده بتلعب بالبيضه والحجر قصاد بعض وبتستغل ثغرات قانون عشان تقرف في بعض، مش اكتر من كده. في النهايه انت رحت لعبت السوبر تقريبا، كهربا شارك في اخر ثلث ساعه وربع ساعه من السوبر، كان ممكن اساسا يروح الزمالك وتلاقي برضه كهربا مش موجود في القائمه. فالموضوع يعني كان مستفز جدا بالنسبه لي ان احنا نوصل بالحال الرياضي للمنظر اللي احنا شفناه ده، سواء من اول الخناقات اللي كانت بتحصل في الوسط الرياضي لحد الطريق اللي احنا وصلنا لها بفكره ان احنا بنلعب على ثغرات القانون. حقك كنادي اهلي انك تعمل حاجه زي كده، ولكن في نفس الوقت بيبقى شكلها كده اللي هو عارف اللي هو ايه، انت واجري اللي هو بص يا عم اوعى كده انا بهشك يعني، فاهم ازاي؟ علشان ايه تقول لي خلاص بقى اديله اجازه وارجعه تاني. وواضح جدا مش هننكر ان في اتفاقات على الموضوع ده، سواء ما بين وزاره الرياضه وما بين مجلس اداره النادي الاهلي ما بين الاتحاد الكوره. واضح ان هي في الموضوع كان في اتفاقات كتيره جدا. وانا بصراحه بامانه كاهلاوي، وانا بتكلم على شخصي انا مش بتكلم على جمهور النادي الاهلي، انا لا امثل طبعا جمهور النادي، انا واحد فرد من الجمهور. انا بقول لك انا بصراحه فعلا الحوار ده مش عاجبني تماما، لان مش ده بكل بساطه كده اللي انت مستنيه من الرياضه. تعالى بقى للاداء الجميل بتاع امبارح، تعالى لهدف محمد شريف الجميل اللي جابه امبارح، تعالى للهدف اللي بعديه اللي جه اللي بتاع احمد عبد القادر اللي من شوطه بقالنا كتير قوي ما شفناش عبد القادر بيخش في العمق وبيشوط. خليني بس اكلمك ان الاهلي في الفتره الاخيره متطور بشكل متميز جدا وشكل واضح لكل الناس، واللي مش شايف الكلام ده يبقى بيقول لك اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. الاهلي بيلعب بشكل كويس، اداؤه بيتطور، بيصلح اخطائه، بيعمل كل حاجه كويس. بس انا في لهجه ما عجبتنيش على السوشيال ميديا من بعض الناس، مش بقول كل الناس، من الناس كده قليله، انا حابب بس اوجه لهم برضو رساله. هي واضح ان الحلقه دي كلها تبقى رسائل. الحاجه الاولانيه اللي هم كانوا بيتكلموا فيها ان يقول لك اصل لا ازاي ما نكسبش ثلاثه، ازاي ما تكسبش اربعه، ازاي ما تكسبش خمسه. انا بس حابب افكرك انك تقريبا من 7 او 8 شهور انت كنت بتعاني قدام الفرق اللي هي بتتكتل دفاعيا. دلوقتي ما فيش اي فرقه بتتكتل دفاعيا او حتى بتهاجم عليك قادره ان هي تقف قصادك. غير كده كمان ان انت ايه، عندك بدل الحل 2 و3 و10، والحمد لله ما شاء الله الله اكبر، الواحد يمسك الخشب يعني الفرقه فايقه والمدرب صاحي لاخطائه وبيصلحها. فما تجيش تكلمني في الكام ماتش بتوع الدوري اللي جايين اللي قبل النهائي تقول لي اصل الاداء اصل النتيجه، بره عنك يا صاحبي. تيجي تقول لي اصل اللعيبه اصل التغييرات اصل اللي مش عارف كذا اصله بيغير مش عارف كذا، بره عنك يا صاحبي. كل اللي موجود دلوقتي المفروض ان انت تعمله هو ان انت تساند الفرقه، وبلاش تتكلم كتير على الاخطاء، بلاش تتكلم كتير على المشاكل، ساند بس. وبلاش نحول ان احنا عايزين نقف جنب الفرقه لان يكون ضغط سلبي عليها بان احنا نصلح امور انت عارف ان هي امور تافهه، وعارف ان هي هتتصلح بسهوله جدا، وعارف ان الفرقه اللي هتشوفها في الماتشات اللي جايه لو مستواها نزل سيكه بسيطه فكل ده في التفكير في النهائي. فمالكش دعوه بالماتشين اللي جايين دولت خالص، لان هم مش هيغيروا شيء كبير قوي في الدوري. انت لسه الفرق كبير، وباذن الله انت الدوري بتاعك، ولما ترجع المؤجلات هتخلص القصه دي كلها. ولكن اشتغل على المسانده بتاعت الفرقه النفسيه في الوقت الحالي، علشان المباراتين اللي جايين قدام الوداد وهو خصم صعب وعنيد جدا، مباراه
صعبه ومش سهله ومحتاجه دعم نفسي كبير جدا من جمهور الاهلي للعيبه. وانا على ما اعتقد ان المدرب قادر هو ومجلس الاداره يوصل للعيبه حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم ان هم يكسبوا البطوله دي، وعارفين كويس قوي ان هم الجمهور مش هيسيبهم لو البطوله دي راحت منهم. ليه؟ حجتك السنه اللي فاتت كانت ايه يا معلم؟ كنت بتقول لي الظلم. طب النهارده بقى احنا رايحين نلعب هنا ونلعب هناك. عايز اشوف منك بقى اداء رائع، وعايز اشوف منك ان انت توصلني ان انا اكسب البطوله، علشان البطوله دي هي البطوله المحببه بالنسبه لي. بس ده اللي انا كنت عايز اقوله. يا ريت تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. واشوفك الحلقه الجايه. سلام عليكم.